في أحد أحياء الرياض القديمة كان يعيش شاب يدعى سالم. عمره 19 سنة، طموح، لكنه يعيش ظروفاً صعبة. أبوه يعمل حارساً في إحدى المدارس، وأمه ربة منزل، والدخل محدود. لكن أحلام سالم لم تكن محدودة أبداً. كان يحلم أن يصبح رائد أعمال، أن يكون له مشروعه الخاص، لكنه لا يملك سوى شيء واحد: الإصرار. كل يوم بعد المدرسة كان يعمل في محطة وقود، يقف لساعات تحت الشمس، ينظف الزجاج، يبتسم للعملاء، ومع ذلك لم يشتكي يوماً. في الليل كان يجلس مع هاتفه المتواضع ويبحث في اليوتيوب عن فيديوهات عن النجاح، التجارة الإلكترونية، البرمجة، وحتى التصميم الجرافيكي. كان يكتب في مفكرته الصغيرة: سأكون شيئاً ولو بعد حين. لكن في سنة 2020 تغير كل شيء. أصيب والده بجلطة دماغية مفاجئة، وتوقفت العائلة عن تلقي أي دخل. اضطر سالم لترك الدراسة والعمل بدوام كامل. كانت أصعب مرحلة في حياته، لكنه لم يستسلم. قال لنفسه: الواقع مؤلم، لكن الحلم أقوى. في كل استراحة كان يفتح الهاتف ويتعلم. شاهد أكثر من 300 فيديو خلال سنة. بدأ بتصميم شعارات لمتاجر صغيرة مقابل 20 أو 30 ريالاً فقط. أول عميل له قال له: التصميم بسيط جداً. لكن سالم قال: أنا أتعلم وسأتحسن، واستمر. بعد 6 أشهر فتح حساباً على منصات العمل الحر. لم يأته أي طلب لمدة شهرين، ثم جاء أول مشروع ب100 ريال. سالم لم يصدق. قال لنفسه: هذه أول ورقة نقدية صنعتها بعقلي لا بجسدي. بدأ يصمم ليلاً ويعمل نهاراً في المحطة. بعد سنة أصبح لديه 50 عميلاً، وبدأ بتوظيف مصمم مبتدئ يساعده. أسس متجراً إلكترونياً خاصاً به يبيع تصاميمه، وكان ينشر قصصه على تويتر. وفي إحدى الليالي قام رجل أعمال سعودي معروف بإعادة تغريد قصته. في اليوم التالي زاد عدد الطلبات بشكل هائل، وبدأ اسم سالم يذكر في حسابات ريادة الأعمال. لم يكن مشهوراً، لكن كان ملهماً. اليوم سالم يدير وكالة تصميم تضم 7 أشخاص، يساعد طلاب الجامعات بتدريب مجاني، ولا يزال يزور والده في المستشفى ويقول له: شكراً يا أبوي، علمتني أن الرجولة موقف والصبر قوة. الدرس من القصة: المال لا يصنع النجاح. الإيمان والتعلم والمثابرة هم المفاتيح الحقيقية. إذا كنت تعيش ظروفاً صعبة الآن، لا تنكسر.